يلا بينا نعمل خلطة المحشي عشان تطلع معاكي باللون ده وتخليلك المحشي خرافي. وهقولك كل التكات لكل نوع من المحشي بمنتهى السهولة والبساطة، وتقدري تفرزيها وتطلعيها على الحشو. انا معايا حلة هحط فيها حوالي ربع كوباية من الزيت، تقدري بقى طبعا تضاعفي الكمية زي ما انت عايزة، وحوالي 4 أو 5 بصلات كبار، حجمهم كبار، مقطعاهم مربعات صغيرة، مكعبات صغيرة دي. وهبتدي اشوح فيهم كويس، عشان كل ما شوحتي كويس كل ما لقيتي التسكيره حلوه للمحشي. تمام. بقى معايا لونه ذهبي اهو. هنزل عليه بحوالي معلقه كبيره من صلصه الطماطم، وهبتدي اشوحها حلو قوي مع البصله عشان اطلع طعم الماده الحافظه الموجوده في الصلصه، وعشان تدي لون حلو للمحشي بتاعي. هبتدي انزل معايا بلتر من الطماطم المعصوره، بس انا مش مصفياها. وهبتدي انزل عليها بملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا. وخطوه النعناع دي مهمه قوي في محشي الكرنب والكوسة. تمام. غير كده ما تحطيش. النعناع مع الكرنب والكوسة بيدي طعم حلو جدا جدا جدا. هسيب بقى الصلصة بتاعتي دي تتسبك كويس لحد ما تقصر والزيت بتاعها يطلع فوق الوش. هقدر في الخطوة دي افرزها زي ما انا عايزة. لو عايزة اشيل منها اضاعف الكمية واشيلها واطلعها وقت ما انا عايزة احشي محشي، ممكن اشيلها في الخطوة هنا. تمام. اسيبها تبرد وابتدي احطها في اكياس او علب واشيلها في التخزين. انا معايا هنا بقى حزبة من الشبت وبقدونس والكزبرة مقطعاهم رفيع. انا بحب احط الخضرة في الاخر عشان تدي نكهة حلوة للمحشي، ما بحبش احطها على النار. وده نص كيلو من الرز المغسول. هبتدي انزل بقى عليهم بالصلصة بتاعة المحشي بتاعتي. انا بحب صلصة المحشي تبقى كتير شوية عشان تدي لون حلو للمحشي. وهنزل عليها بالخضرة. وعلى فكرة الخضرة على البارد كده بتدي طعم احلى للمحشي اكتر ما تستوي على النار. انا بقى معايا هنا اهو بصلايه بشراها وحاطه عليها فلفل اسود ودعكاها كويس عشان تنزل الميه بتاعتها. دي هتدي طعم حلو جدا للمحشي. وابتدي عليها احط عليها رشه من النعناع تاني لو انتي حابه. ده طبعا ده لو محشي كرنب او كوسه زي ما قلت. وهبتدي املح المحشي بتاعي بقى ال- الملح المظبوط عشان انا زودت طبعا الرز. واحط شويه من الزيت عشان يدي لمعه والرز يطلع مفلفل ومش معجن. بس كده. خلصت معايا الخلطه بتاعتي، سهله وبسيطه ومفيش أطعم من كده. ياريت لو استفدتي تعملي لايك وشير وفولو. باي باي.